السلام عليكم. بالله عليك يا شيعي، دعنا نقرأ قليلا من دينك الصحيح ونشوف كم هو معصوم ومقدس. يقول لك: قالت فضة عن علي بن أبي طالب: هو في البروج الأعلى يقسم الأرزاق ويعين الآجال ويخلق الخلق ويميت ويحيي ويعز ويذل. يعني أن الحياة والموت بيد علي بن أبي طالب. وفي آخر هذه الخطبة يقول: هذا لأولنا وهو لآخرنا، يعني حتى المهدي عجل الله فرجه الأغر يحيي ويميت، يعني أهل البيت بيدهم الحياة والموت. وفي الأخير تجد أنهم مرعوبين، دائما يخافون القتل ويخافون الموت ويخافون ويحافظون على أنفسهم أكثر من أي إنسان، مع أن الحياة والموت بيدهم. يعني ما يموت إلا باختياره ويقدر يميت عدوه. تمام. وأصلا هو خالق أعدائه ويخلق الخلق. تمام. شوف كما يقول الكليني: إن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ومع ذلك تجد الأئمة خائفين مرعوبين، ما يقدرون حتى يخرجون العلم الصحيح للناس من شدة خوفهم من مخلوقاتهم النقية. أيضا علي بن أبي طالب يقول لك أنه هو الذي أحيا ثمود وأماتها وأمم أهلكتها. يتكلم عن عاد وثمود، قال: أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها. يعني هو الذي أمات عادا وثمود. قال: أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب ثمود والآيات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الأول والآخر، أنا الباقد والباشر، أنا الساحج البابر. المهم يا شيعتنا أن علي بن أبي طالب هو المحيي المميت كما في دينكم الأغر. روحي فداء المحيي المميت المقدس، ما أقدسه. يعجبني والله العظيم يا شيعة، يعجبني عندما تقلبون الموجة 180 درجة. خلق، إحياء، إماتة، وفي الأخير يأتي عمر يهدد علي بن أبي طالب بقطع يده فيخضع ويعطيه أم كلثوم. أما والله لأغورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولا أقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولا أقطعن يمينه. شفت كيف عمر الآن يهدد خالقه الكرار المحيي المميت، فخضع له وأعطاه أم كلثوم كما في دينكم المقدس. أرواحي فداه. أيضا عندكم المهدي يخاف من القتل يا شيعة، مع أن أيضا بيده الإحياء والإماتة وتخضع له ذرات الكون، وأنا في دينكم المقدس. أيضا يا شيعتنا الأقداس يقول لك: لا دين لمن لا تقية له. يعني علي بن أبي طالب إذا لم يكذب في الفتاوى، وإذا لم يخضع للنواصب، وإذا لم يداهنهم، فهو كافر عندكم. ولذلك يعتبر كافر عندما بات في فراش النبي، وعندما قاتل في بدر وحنين، وعندما قاتل في النهروان، وكل ما كان يقاتل فيه بدون تقية وبدون ما يحافظ على نفسه يعتبر كافر. وهنا أيضا عندما علي بن أبي طالب ضرب عمر كما تقولون في قصة كسر ضلع الزهراء، أيضا هنا خرج عن الدين لأنه لم يمارس التقية التي هي 9 أعشار الدين. شوف كيف التناقض يا شيعي في دينك، أقسم لك بالله. يا أخي، أهل البيت بيدهم الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ولا يموتون إلا باختيارهم، ويميتون أعداءهم، هم الذين يميتون عادا وثمود وهم المهم. وفي الأخير يخاف، ثم تقولون أنه لا يخاف. يعني يا أخي، الشيعة يقول لك أهل البيت شجعان، أهل البيت لا يخافون، كرارين، الكرار المرار، مرة شجعان، مرة خايفين، مرة خالقين، مرة لا يهابون الموت، مرة يخافون حتى من الظل، حتى من الكلمة والله.
يقول لك أن علي بن أبي طالب سمى عمر خوفا من عمر ابنه، سمى عمر ابنه خوفا من عمر. المهم كل شيء عندهم خوف. وكان يصلي خلف أبي بكر خوف، وكان يزوج عمر خوف، وكان يمدح النواصب ولا الخوارج من الكفر فروا من باب الخوف والتقية. المهم يا شيعي والله العظيم دينك مطيط، دينك عصيد، روحي في ده. مع أنه أصلا يا شيعي المفروض أنك ما تأخذ دينك من غير المعصومين. هؤلاء ناس دخلوا فقط للكذب ولملء قلبك حقدا على الأمة الإسلامية. أنت الآن كلما شفت مسلم قلت هذا قاهر العترة الخالقة الهاربة، هذا هو الذي أرادوا فقط، وإلا والله في دينك أصلا لا يجوز لك أن تأخذ العلم منهم، لا يجوز لك إلا أخذ العلم من المهدي عج. هذه هي وظيفة المهدي عج.